اليمني عدم القدرة على الوصول بسرعة إلى الشباك المنافس، يعني بقدر ما هنالك صلابة دفاعية بقدر ما هنالك مشاكل هجومية لحسابات المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب. كرة يمنية على اليسار. قلنا يراقب هذه المباراة الكويتي ساو ساو، ويراقب الحكام الرواندي سيليستيان، بينما الحكم الرابع والعماني يعقوب بن سعيد عبد الباقي. هذا هو الإطار المكاني والزماني لهذه المباراة. في البداية السعودية والارتداد سيكون يمني، وهذه هجمة في عمق الدفاع السعودي، يعدي ولا لا؟ تقطع الكرة من خالد من وليد بخشوين متوسط الميدان الدفاعي للمنتخب السعودي. الأهداف إلى حد الآن بعد مباراتين وهذه الثالثة. ياسر الجابر المهاجم الوحيد في تشكيلة ميروسلاف سكوب الفني التشيكي. سرعة يمنية على يسار الدفاع والموجود عبد الله الزوري، ترجع من جديد في دورة كأس الخليج. 5 مباريات 5 انتصارات للمنتخب السعودي، سجل فيها الأخضر 16 هدف ولم يقبل ولا هدف واحد. الهجمة من عبد الواسع، يحاول المرور، عبد الواسع يغير المكان بنجاح لكن تقطع له من نواف العابد. ضغط كبير يقود سعود كريري على حمل الكرة في وسط الميدان، ترجع الكرة على اليسار نزار رزق، محاولة التدرج بالكرة من جانب الأحمر اليمني في هذه المباراة عبر وليد. جماهير كبيرة يمنية تؤازر الأحمر اليمني في أصعب مبارياته إطلاقا في هذه النهائيات الخليجية. كرة عكسية يمر بامتياز الهجوم اليمني لولا الراية، وضاعت الفرصة. على الورق صحيح نظريا كل الحسابات تصب انتصار سعودي، ولكن واقع الحال اليمني قادر على اكبر المفاجآت. وهذه الهجمة للحبيشي، ترجع كرة يمنية بدون تسرع، ثبات بكرة أرضية، محاولة جلب المنتخب السعودي من مواقفه الدفاعية والهفوة التقديرية، وهجمة سريعة وناصر الشمراني أمامه كل الدفاع. وفي النهاية الكلمة للمنتخب اليمني. نواف العابد في الاستقبال، وينه عبد الله الزوري، نواف يتقدم، نواف يوزع، كرة تمر عبر الكل ولا هنالك أي متابعة من الجانب السعودي. محمد عايش اللي يعكس الهجوم بسرعة، الانطلاقة أمام كل الدفاع السعودي لعبد الواسع اللي يمر ويعدي ويزيد يمر ويراوغ ويوسع. ذاعت فرصة يمنية كبيرة، كرة بعيدة على وليد عبد الله. المباراة الثانية نفس التشكيل، لا تغيير في صور المنتخبين اليمني والسعودي. حكم المباراة السلوفيني اللي هو دامير سوكومينا، مساعد أول جوربر برانتينك سلوفيني أيضا، والمساعد الثاني طبعا نجاح راشد من العراق، رابع يعقوب عبد الباقي من سلطنة عمان، السهو مراقب المباراة من دولة الكويت، وسيليستيان الرواندي مقيم الحكام. ننتظر صافرة البداية، وعندك ينتظر الإشارة السلوفيني من الرابع ومن المراقب اللي هو السهو مراقب المباراة. يعطي الإشارة حيبدأ. جمهور رائع وجمهور جميل الحقيقة اليوم في ملعب المباراة، والصورة الرائعة اللي شفناها من خلال مباريات المنتخب اليمني. على فكرة المنتخب اليمني
عندك وليد عبد الله، سعيد المولد، أسامة هوساوي، الزوري، وليد بخشوين، كريري، تيسير الجاسم، نواف العابد، سالم الدوسري، ناصر الشمراني، لوبيز الاسباني مدرب المنتخب السعودي. تغيير لاعب من اليمين لليسار، اتنقلت على الظهير الايسر هناك لمعتز، بيحاول يعدي يمرر نص الملعب ناحيه وليد الحبيشي، توصل ماشي، يا سلام، فاصل، هذا لاعب حريف، هذا لاعب وعنده لمسه، الله. هذا لما يعدي ياخذ واحد ياخذ اثنين، عنده مهاراته عاليه. شوف الباصه ما في اوفسايد على الخط، حاطين لك الخط، يا سلام، فلت. الثلث الاخير للهجوم هو الثلث الدفاع. هجمه مرتده سريعه المنتخب اليمني عند المطري، بيحاول يلعب كره سريعه، التدخل السريع من سعيد، يرجع مره اخرى بيحاول يعدي، راحت عليه. 16 في الكويت، هدف ياسر، اليجي 17 2-0، ابراهيم سويد ومرزوق العتيبي. هذه كره سريعه سريعه سريع، قام ايضا السبعه، وليد الحبيشي قام على فكره. هذه كره سريعه ماشي داخل منطقه خطيره، يقدر يسدد يلعب، الله الله يا وليد، الله على هالتربيعه، على الثقه، على الكره الخطره، على الهجمه السريعه، على الكره اللي كان ممكن تكون تروح لواحد واحد، ولكن وليد جيدين بصراحه، الراس الجيدين ايضا. كره ملعوبه ناحيه الامام، محاوله البحرين اللي ماضيه بينه وبين البحرين، لوبيز اشرك 17 لاعب. الزوري، اعطونا صوت الجمهور اللي سامعينه في الكنترول وفي عربة النقل، اعطونا صوت الجمهور. الملعب يعني مو طبيعي. الهجمة سريعة، وليد عبد الله، حكم يقول واصل، مرتدة سريعة المنتخب اليمني، توصل الى ناحية عبد الواسع، اوفسايد. المباراة في 1-0 صخب في المدرجات اليمنية، دعم من المدرج علشان يبغى التعادل. يعني لما يتعادل مع المنتخب السعودي ترى يعتبر كثير بالراس، خطيرة، الله. موسوعة كنس، مولع المباراة في المدرج اليمني، يا سلام. خذ كورته سالم الدوسري في نص الملعب، اتلعبت سريعة أمامية، تدخل أتى من الزوري بتوقيت جيد، كريري على لمسة، اتنقلت، تدخل من تيسير في نص الملعب مشترك مع وليد الحبيشي، بيحاول يعدي، ترجع مرة أخرى، توصل ناحية عبد المعين الجرشي في نص الملعب المنتخب، قتال على الكورة بين اثنين ماشي حتى الآن في اللعب، فوق المنتخب اليمني بمحاولة للمرور على الجهة اليمنى، توصل ناحية عبد المعين على بينية، على كرة سريعة أمامية، أوفسايد. في الدورة فهد المولد هو اللي افتتح، لكن نروح للهجمة السريعة، توصل لياسر الجبر، المنتخب اليمني بيحاول يعدي في الدورة هنا في خليج 22 في هذا الملعب على المرمى المنتخب القطري. محاولة، شوف بيرمي أوراق كلها المنتخب اليمني. عندنا تغيير، الصقر حينزل للملعب، نايف الزازي، سالم الدوسري، تدخل أتى سريع بهجمة سريعة مرتدة، محاولة تأثير على الهجمة، يعدي، توصل من ناحية عبد المعين، بيحاول يعدي، بعض الأحيان بتعطيك، لكن أنا أشوف شيء رائع في الملعب، رائع. نص الملعب للمنتخب اليمني، راحت على طول للصاصي، ترجع ناحية عبد المعين، بيحاول الونتو سريعة، تدخلات سريع، ياخذ خطأ. الهاجري، هذا التغيير الثالث، أيمن الهاجري. شوف الربع الساعة الأخير يجيك الإجهاد واضح من على اللاعبين، واضح. هذه كرة سريعة طويلة أمامية، محاولة، راية وتسلل.